بالنسبه لاحتياجات النادي الاهلي. رايك بقى وتقييمك لاداء لعيبتك النهارده؟ طبعا مباراة صعبة جدا وفوز صعب جدا، يعني بالتأكيد محتاجينه، لكن ما زلت بقول أنا إنسان واقعي جدا، ما زلت بقول إن إحنا في مرحلة صعبة، مرحلة مش سهلة، مرحلة محتاجة شغل داخل الملعب كتير قوي، ومحتاجة شغل بره الملعب. سلاحنا هيكون روحنا وشخصيتنا وقوتنا بإذن الله، ده السلاح اللي ممكن نعدي بيه المرحلة اللي إحنا فيها ديت. حتى لو كسبنا إن شاء الله الرحمن بإذن الله تعالى الماتش اللي جاي أو الماتشات اللي جاية، برضه ما زلت بقول إن إحنا في مرحلة صعبة محتاجة شغل كتير يعني. قول لي لما اللي تقدم محمد نادي حسيته بقلق بالنسبه كجهاز فني في المباراه؟ بص، وضع طبيعي جدا ان انت بتتكلم على مباراه كانت ظروفها حتى في الاجواء والمطره والريح اللي كانت موجود في الشوط الاول، ان انت تحس ان هي المباراه مش سهله بالتاكيد، يعني الامر مش عادي مع عدم اخفاق في الشوط الاول. لكن زي ما قلت السلاح اللي عندك اللي تملكه واللي مش موجود عند غيرك اصرارك وعزيمتك وروحك. يعني يمكن اتكلمنا ما بين الشوطين مع اللعيبه بالشكل ده، هو سلاحنا في الفتره الحاليه لحد ما نعدي الوقت الصعب ده والفتره اللي احنا فيها ديت. سلاحنا قوتنا وروحنا باذن الله. قول لي كان في بين الشوطين كده بعد المباراه والحكم داخل، كان في حوار بينك وبين الكابتن محمد عادل حكم المباراه؟ لا لا، محمد عادل خلاص، يعني يعني الناس بس بتفهم الاسئله او بتفهم الاستفسارات يعني بشكل عجيب شويه وغريب شويه، يعني الناس بتفهمه بشكل كبير جدا جدا غلط، يعني مش صح. والناس كمان بتهاجمك، ولما بيطلع او بيتقال كلام من حد تاني الناس بتسكت يعني. فانا ما عنديش مشكله في حد ينقد او يهاجم او يقول حاجه، يعني طالما هي دي وجهه نظره، لكن في النهايه طالما ما فيهاش تجاوزات يعني. وطالما انت ذكرت الموضوع ده بقى، يعني طالما ذكرت الموضوع ده، يعني لو انت بتتكلم على نقد ولا حاجه، خلي بالك بس انا بوصل مسج للراجل لو عمال فاكر نفسه في دخله تليفون في حق الناس والناس هتسكت. الموضوع ده انتهى او العصر ده انتهى، يعني طالما في اي اساءه هتترد باساءه، وانا بديله هنا يعني خليك هادي، خليك يعني بارد. الليله طويله جدا والسنه بعيده جدا، وهنطلع لبعض مع بعض على طول، وهنتكلم على بعض على طول، ما فيش مشكله خالص يعني. محدش هيمنعنا ان احنا نقول حاجه احنا شايفينها غلط، ما حدش هيمنعنا كده خالص ابدا. وهو عليه ان يعلم ويعرف ان هو لما بيجي يتكلم على النادي الاهلي ما يتكلمش كلام هو ما يقدرش ينفذه، وما يحلمش حلم هو ما يقدرش يعيشه يعني. فخليك يعني ريلاكس كده وبسيط، عشان الامر لسه يعني ممتد. الامر الاهم من كده مستحيل هتيجي تتكلم على النادي الاهلي واحنا هنعمل نفسنا مش واخدين بالنا خلاص يعني. طالما الامر وصل للمرحله ديت خلاص، طالما انت بقى بتتكلم كده يعني فاكر ان الموضوع ما فيش غيرك في الكون يعني، لا الامر صعب جدا. هاخد بقى نقاط منك. مؤمن زكريا خلاص تم التجديد، الصفقات الجديده بالنسبه للنادي الاهلي، الجماهير كلها متعطشه ومستنيه الاسماء الكتير. انا عارف ان انت مش هتصرح باسماء، لكن عمرو طارق، بن حليب، محمد امين بن عمر. انت عمال تصرح لا يعني عرفت ده اللي بيتقال في الفتره اللي فاتت. لا يعني خلاص، يعني خلينا نشتغل في بره الملعب زي ما انا قلت لك، عندنا شغل داخل الملعب وعندنا شغل بره الملعب، فهنشتغل فيه باذن الله، ويا رب نكون موفقين يطلع اخر الشهر باذن الله كده بنتيجه كويسه تساعد الفرقه وتساعد التيم والجهاز الفني ان شاء الله الرحمن باذن الله لموسم يبقى كويس باذن الله. اخيرا ملف المدير الفني. لا ده مع كابتن محمود الخطيب كله يعني. مفيش اي اخبار؟ لا مع كابتن محمود. مبروك. شكرا يا فندم.